هل عمرك حسيت إنك واقف على مفترق طرق؟ قدامك قرار مصيري، تحدي كبير، أو فرصة ممكن تغير حياتك كلها؟ في اللحظة دي بالذات بتحتاج قوة، إلهام، ويمكن دفعة بسيطة عشان تاخد خطوة جريئة. أهلا بيك في قناة لحظة حسم. هنا مش بس بنعرض المشاكل، لأ، بنقدم لك المفاتيح اللي هتساعدك تكسر قيودك، تتجاوز مخاوفك، وتستغل كل لحظة عشان توصل للنسخة الأفضل من نفسك. جهز نفسك لجرعة مكثفة من التحفيز، معلومات هتفتح عينيك وخطوات عملية هتقربك من أهدافك، لأننا مؤمنين إن كل واحد فينا جواه بطل مستني لحظة حسم عشان ينطلق. يا صباح الفل أو مساء الخير على حسب وقت ما بتتفرجوا على الفيديو ده. فيديو النهاردة مهم جدا جدا، وهنتكلم فيه عن حاجة كلنا عارفينها بس ممكن نكون مش بنهتم بيها كفاية: صحتنا الجسدية. كتير مننا فاكر إن الصحة الجسدية دي يعني الواحد جسمه كويس ومفيش أمراض وخلاص، بس الحقيقة إن الموضوع أعمق بكتير من كده. ده مش بس بيأثر على جسمك، ده كمان بيأثر وبشكل مباشر على حالتك النفسية ومزاجك وطاقتك وتركيزك في الحياة. عنوان فيديو النهاردة هو الاهتمام بالصحة الجسدية، الأكل الصحي والرياضة وأثرهم على حالتك النفسية. يلا بينا نخش في الموضوع ونشوف إزاي ممكن نبدأ رحلتنا نحو صحة جسدية ونفسية أفضل. أولاً، الأكل الصحي مش مجرد دايت وحرمان وأكل مسلوق وعقوبة، بس الحقيقة إن الأكل الصحي ده أسلوب حياة، مش فترة مؤقتة بنعديها عشان نوصل لوزن معين. جسمك ده عامل زي العربية الفارهة، لو حطيت لها بنزين مغشوش أو زيت مش كويس هتبوظ منك ومش هتطلع أحسن أداء. إيه هو الأكل الصحي ده بالظبط؟ الأكل الصحي باختصار هو إنك تركز على الأكل الطبيعي اللي ربنا خلقه، وتبعد عن الأكل المصنع والمعالج. الخضار والفاكهة ألوان الطبيعة، دول يا معلم كنز، مليانين فيتامينات ومعادن وألياف ومضادات أكسدة. البروتين لبنة البناء. البروتين ده عامل زي الطوب اللي بيبني جسمك وعضلاتك. الكربوهيدرات المعقدة طاقة مستدامة. ركز على الكربوهيدرات المعقدة اللي بتتهضم ببطء وبتديك طاقة ثابتة ومستمرة. الدهون الصحية مفتاح وظائف المخ. في دهون صحية مهمة جدا لوظائف المخ وامتصاص الفيتامينات. المية الوقود الصامت، جسمك أكتر من 60% منه مية. نقص المية بيخليك تحس بالتعب والصداع. إزاي الأكل الصحي بيأثر على حالتك النفسية؟ العلاقة بين الأكل والحالة النفسية علاقة قوية جدا وممكن تكون مش واضحة للكل. الأكل اللي مليان سكريات ودهون مش صحية بيسبب ارتفاع مفاجئ في سكر الدم، وبعدين بيوقعك فجأة، وده بيخليك متقلب المزاج. الأكل الصحي بيساعد على إنتاج الهرمونات الناقلة للمزاج زي السيروتونين، هرمون السعادة. الأمعاء السليمة بتدعم صحة نفسية أحسن. مخك محتاج جلوكوز ودهون صحية عشان يشتغل بكفاءة. لما بتوفر له الوقود ده بيقدر يركز أحسن. الأكل الصحي الغني بمضادات الأكسدة بيقلل الالتهابات وبيحمي مخك. تحديات الأكل الصحي وإزاي نتغلب عليها. الوقت والكسل. الحل: حضر وجباتك من بالليل، اعمل كميات كبيرة وخزنها. ثانياً، الرياضة مش مجرد عضلات. الرياضة أوسع بكتير من الجيم والعضلات. ممكن تكون مشي سريع، رقص، يوجا، سباحة، ركوب عجل. إزاي الرياضة بتأثر على حالتك النفسية؟ بتفرز هرمونات السعادة، الإندورفينات. وإنت بتعمل رياضة جسمك بيفرز الإندورفينات اللي بتحسن المزاج بشكل فوري. بتقلل التوتر والقلق. الرياضة بتعتبر متنفس طبيعي للتوتر. بتحسن النوم. الناس اللي بتمارس الرياضة بانتظام بيناموا بشكل أعمق وأحسن. بتزود الثقة بالنفس. لما بتشوف جسمك بيتغير للأحسن، ثقتك بنفسك بتزيد بشكل كبير. بتقلل أعراض الاكتئاب والقلق. تحديات الرياضة وإزاي نتغلب عليها. الكسل وقلة الحافز. الحل: ابدأ بحاجة بسيطة ومجهود قليل، ما تضغطش على نفسك. الوقت الحل: ممكن تقسم التمرين بتاعك على فترات قصيرة طول اليوم. الأكل الصحي والرياضة شريكين لنجاحك. الأكل الصحي والرياضة دول مش مجرد حلول فردية، دول بيكملوا بعض عشان يدوا جسمك وعقلك أفضل أداء. دايرة إيجابية: لما بتبدأ تاكل صحي بتحس بطاقة أكتر،
ده بيشجعك تتحرك. تحسين صورة الجسم والثقة بالنفس. لما بتهتم بجسمك بتبدأ تشوف تغييرات إيجابية. تحديات الاستمرارية وإزاي نتعامل معاها. أكبر تحدي في أي أسلوب حياة صحي هو الاستمرارية. مفيش حد مثالي 100%، وده طبيعي جداً. ما تضغطش على نفسك، ابدأ بخطوات صغيرة وبسيطة تقدر تلتزم بيها. كن واقعي، ما تتوقعش نتائج سريعة أو خرافية. الصحة رحلة مش سباق. سامح نفسك، لو وقعت يوم أو يومين ما تيأسش وما تجلدش ذاتك. ابدأ من جديد تاني يوم. دور على شريك أو دعم، لو لقيت حد قريب منك عنده نفس الهدف شجعوا بعض. كافئ نفسك بس صحي، لما تحقق هدف معين كافئ نفسك بحاجة تحبها بس تكون صحية. في النهاية عايز أقولك إن الاهتمام بصحتك الجسدية مش رفاهية، دي ضرورة. لما جسمك بيكون في حالة كويسة عقلك بيشتغل أحسن ومزاجك بيكون أفضل، وبتكون عندك طاقة أكبر تواجه بيها تحديات الحياة. ابدأ النهاردة، ما تقولش بكرة، كل خطوة بتفرق. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم واستفدتوا منه.